ازيكم؟ انا نغم من قناة نمستار. اليوم جبت لكم فيديو جديد واللي هو انه جبنا لماما هدية بمناسبة عيد الام. طبعا كل واحد لازم يجيب لامه هدية لانه تعبت فينا وسهرت الليالي عشان تربينا وتوجعت كتير. والمهم يلا خلينا هلا نبلش في اول هدية. طبعا انا واخواتي قعدنا كتير انه نفكر شو نجيب لماما وتعبنا. في الاخر قررنا انه نجيب هدول الاشياء هلا بتشوفوها في الفيديو. حبينا نجيب لها اشي خاص فيها علشان تستفيد منه لإلها وتحس انه احنا جبنا لها هدية مميزة وانه إلها خاص ما حدش يستعملها، وعشان هي تعبت فينا كتير خلص. فيلا هلا بدي ابدا في هذا اول اشي لانه كتير نبدأ باللون الاحمر دليل على الحب، وفي ورد طبعا. نشوف الاغراض اللي جبناها. طبعا هيا هذا طبعا هذا بس لحاله للبشرة، ليش للبشرة والمكياج والاشياء هذا. فيلا يعني هذا مش مكياج بس انا حبيت اجيب هيا امي. وفي برضه الدرع مكتوب عليه امي. وهلا نبدا بالمكياج والبشره والاشي هذا. هذا مقشر للبشرة، خلي برائحة البشره الفراولة، خلي البشره صافيه سيرش ولا اشي فيها. فهيو ومكتوب عليه فراولة، اي قصدي برسوم عليه فراولة ومكتوب ستاركي. وتاني اشي هذا الكريم اللي هو مزيل مكياج. مزيل المكياج. فاحنا لازم انه لما نتمكياج بعد ما نتمكيج نزيل المكياج، لانه مش عارفه ليش هيك اخواتي دائما بيقولوا لي عشان بنحافظ على البشرة. عشان تحافظوا على البشره. فاشترينا لها مزيل المكياج. وهذا شو هذا؟ علبة عطر. هلت نغمة تفتح لنا اياها وتفرج. ريحتها من برا حلوة كتير. اوه لا لا عليها. حتى في هنا فيونكة حاجة. هنا في اللون الأسود وهنا اللون الموف، فأنا عشان بحب اللون الموف فحبيتها كتير. حتى الريحة حلوة كتير، الريحة حتى هيها. أحطها جوا عشان تنكسرش. وليت نغمة تفرجينا الاشي الثاني. وهلا هيدي بودرة هيها كتير لونها حلو برضه. مش كمان شو هذا؟ اساس. اساس. عشان مش كتير في المكياج انا. هاي اساس برضه. مش كمان حمار خدود. ايوه اللي هنا بتحطوه هنا بيعطي لمعة ويعني لون. بلشر. هذه مسكرة للرموش. انه ايش بتعمل للرموش هيك تطلعهم صار كيف بصير.
طبعا هذه الاشياء بسيطة مقابل تعبها، واحنا بنحب ان نعطيها اشي رمزي. وطبعا احنا لازم نحترم ابننا ونعطيها هدايا، مش بس بيوم الام زي ما بيحكوا، احنا كل يوم عنا يوم ام، وبنحكي لها طبعا كل عام وانتم بخير. وهي كمان هذه شو كحلة كحلة كحلة، هاي تنتين قلمين كحلة. في هذا الرواج الاثنين، بس حبيت هذا اكتر لانه هذا اللون البنفسجي، وانتم بتعرفوا دائما بحب انا اللون البنفسجي، فهيا. وبرضه اللون الثاني حلو، بس انه انا حبيت البنفسجي اللي انا برضه بحب اللون البنفسجي، هو لوني المفضل. وهلا روج جوا، هيا باللونين هدولا فوشي. لا شو اللون هذا يا دينا؟ لحمة. لحمي. بعرفوش. وهلقيتنا نشوف ايش في الباكت الثاني. هذا الباكيت، استنى بس عشان تشوفوا كل اشي. هذا الجوال، فجبنا لماما جوال. حبينا نجيب لها اشي شخصي يضلها له خاص غير المكياج. وهي هذا الجوال جي 6 فهيا كتير حلو. واخر اشي اللي هو فروة، قلنا لها اياها، ايدها كتير كبيرة. جبنا كمان لغرفة ماما اللي هو هذه الفروة السجادة، لونها بيج. بيج. اي ماما، هيها فكتير حلوة، بتلبق برضو على لون غرفة ماما. أنا بعتبر يعني البيج بيلبق على كل الألوان، فبعرفش بالنسبة للناس إنه بيعتبروا لكل الألوان ولا لا، بس أنا بالنسبة لي لكل الألوان. ملبسها برضو حلو كتير. أيوه، ممكن تخليها فاتح وممكن تخليها غامق عن طريق هيك أو إشي، يعني هيك إذا بدك تكون هي ناعمة فيش فيها ولا إشي، هاي بتصير هيك. إذا بدك إياها في إشي هيك، هيها إشي هيك. حلوة بلبسها. فهيها كتير حبيتها، قلت لاخواتي يلا خلاص خلينا نجيبها لانه بتلبق على غرفة ماما، لانه حلوة. ماما بتحب طبعا سجادات الفرو والاشي هذا. فبدي احكي لكم كل وانا اليوم بعيد على كل الامهات. وكل عام وانتم بخير يا امهات فلسطين. فيلا هلا بدنا ننهي الفيديو. ننهي الفيديو، مش حابة انهي الفيديو، حابة اضل ادردش معاكم. انا حكومتها كتير حبيتها. واحنا بنحكي للاطفال دائما يحترموا اهاليهم ويحترموا امهم، مش بس ماما بس، وبابا واخوتنا. ولازم نغم تعيد على ماما. يلا عيدي يا نغم على ماما. كل خير. كل عام وانت بخير يا ماما. هيك وانت منزله راسك في الارض. كل عام وانت بخير يا ماما. يا اختي عدلها انا. ولازم نحترم كل عيلتنا، وخصوصا ماما وبابا اللي تعبوا فينا كتير وربونا. انا ملتقيه بهذا. ولا عم بحكي ولا شيء، خلص ملتقيه بهذا. يعني انا حابه اني العب في السجاده واحكي معاكم ادردش معاكم.
فأنا أحكي لكم كل عام وانتم بخير يا أمهات الوطن العربي، كل عام وانتم بخير يا ماما. فيلا بدي أنهي هذا الفيديو، وهذا كان فيديو اليوم، إن شاء الله يكون عجبكم. ولو عجبكم لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب والكومنت، تفعيل جرس الإشعارات حتى يصلكم كل فيديو جديد. بحبكم كتير وباي.